السلام عليكم. هنتكلم معاكم النهارده عن أهم العوامل اللي ليها دور في ظهور حب الشباب، ويمكن رقم واحد معانا هو التغيرات الهرمونية. بعدها بيجي التوتر والضغوطات العصبية، وده ليه؟ لأنه أثناء التوتر والضغوطات العصبية الجسم بيفرز كمية كبيرة من هرمون اسمه الكورتيزول، واللي بدوره ممكن يؤدي إلى ظهور حب الشباب. كمان نوع البشرة بيفرق، يعني أصحاب البشرة الدهنية وأصحاب البشرة المختلطة بيكونوا أكثر عرضة لظهور حب الشباب، وطريقة التعامل مع البشرة كمان بتفرق. يعني استخدامك لمستحضرات عناية بالبشرة غير مناسبة لنوع بشرتك ممكن يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب والرؤوس السوداء. كمان الأكل ممكن يكون له دور، وإن كان في كلام كتير على نقطة الأكل بيأثر أو ما بيأثرش، ولكن خلينا نقول بشكل عام إننا لازم نتجنب الحوادق والحراق، الدهون العالية والسكريات العالية، ونحل محلها بالخضار والأكل الصحي. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.